الشجاعة مش انك تكسب معارك بس، الشجاعة انك تموت وانت ثابت على مبدأك. واللي عاش طول حياته مجاهد حتى لو جاله الموت وهو على فراشه فهو عند الله شهيد. والدليل على كده قصة خالد بن الوليد سيف الله الذي مات على فراشه. خالد بن الوليد كان فارس قوي، كان لا يقهر، خاض أكتر من 100 معركة انتصر فيها كلهم وما انهزمش في ولا واحدة أبدا. المشركين كانوا بيخافوا لما بيسمعوا اسمه. في آخر أيام حياته وهو على فراش الموت ظل خالد بن الوليد يبكي، فسألوه الصحابة: لماذا تبكي؟ قال لهم: ما بقي موضع شبر في جسدي إلا وبه ضربة سيف أو طعنة رمح، وأنا الآن أموت على فراشي كموت البهائم، فلا نامت أعين الجبناء. يعني شوف خالد بن الوليد وهو على فراش الموت بيفكر إن هو يكون إنسان شجاع. فعلشان كده لازم كل إنسان فينا يتحلى بالشجاعة، ولازم كل إنسان فينا يفضل على المبدأ بتاعه ويفضل ثابت عليه حتى لو هيموت فيها.